وفين قوله تعالى خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. الدباب هذا من خلق إبليس. اللهم لا كان يعتقد مثل ما قال كانوا يسموه حمار إبليس أو حصان إبليس. الله المستعان. طبعا ما قاله الأخ أبو خالد مسألة أنه نعم. حلقات فيما يتعلق بطالة الفقر المعتقلين هذه وحول السياسة وإن كان هذه الآن ليس لدينا الموارد والباحثين المتفرغين لجمع مادة رصينة فيها، لكن نحاول إن شاء الله، لأن هذه تحتاجها مادة رصينة حتى لا يكون كلام ممرور ومجرد ما في وظائف ما في وظائف ما في وظائف. هذا كلام ممل، لكن نحتاج كم الوظائف الموجودة، ما العيوب، من أين نشأ العيب، ليش ما في تعليم مهني، ليش ما في ثانوية صناعية كافية، ليش ما في طبقة مهنية اللي يسموها طبقة التكنولوجيست إلى آخره، ولماذا النظرة السيئة الدونية، لماذا لم تعمل الدولة حملة مستمرة ليل نهار لإزالة هذا، بدل ما تعمل حملاتها على السعودة المكذوبة تعمل حملاتها على تثقيف الناس أن العمل المهني والفنون المهنية هي مفتاح الرقي للأمم ومفتاح التقدم الصناعي والتكنولوجي. كل هذا يحتاج طبعا، لكن يحتاج تأصيل أكثر من مجرد القواعد العامة، وما عندنا الآليات. أيضا حول السياسة في ضوء الإسلام تقريبا كما نحاول إن شاء الله، يعني لعله جزئيا من هذا الجيش جزء من هذا موجود بالمناسبة مذكرة النصيحة، هذا يعني نعيد قراءتها على ضوء مرور 20 سنة بعد كتابتها تقريبا، نعيدها ونضيف إليها وننقحها ونبين ما الذي تم ولا ما الذي تم حتى هذا جيد. لكن اللي نستطيعه الآن إلى حد ما جزئيا اللي هو يمكن سلسلة فقهية عن المسائل الفقهية اليومية التي يعني أنا كنت أريد أن يعني مل الناس من نعم. فقهاء السعود. أنت تقول يا دكتور أن يعني لما سألتك مرة سؤال سابقا قلت لك يا دكتور يعني هل تستأمن يعني فقهاء يعني بلاد الحرمين بشكل عام، يعني المدرسة النجدية بشكل عام، هل يعني تستفتيهم حتى في أمور الطهارة وغيرها والوضوء وغيرها من هذه والصلاة والتعبديات؟ أنت قلت يعني أنا لا أثق فيهم حتى في هذه. مثال هذا مؤخرا في أحدهم كتب في الإنترنت، أحد مشايخهم الأحياء الآن سأله ناس عن سياقة الموتورسيكل، الدباب اللي يسموه الدباب، مش الدبابة اللي حقت الحرب، الدباب الموتورسيكل. فأجاب أنه قياسا على الدابة والدابة قياسا على كذا قياسا. وفين قوله تعالى خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. الدباب هذا من خلق إبليس. اللهم لا كان يعتقد مثل ما قال كانوا يسموه حمار إبليس أو حصان إبليس. الله المستعان. يعني عيب عليك هذا كلام. قل له ما هذا السؤال وتقول ما هذا السؤال. نعم. هو مريء يعني موقعه بهذا آلة من آليات الكون اللي الله خلقها في الكون، سواء خلقها مباشرة أو خلقها بعملية طبيعية أو مكن سخر الناس في خلقتها، ولا فيها أي شيء موجب للتحريم، لا فيها ضرر معين لا فيها كذا. نعم لو سألتني هل يجوز أن أسوق مثلا الموتورسيكل في الطريق السريع مثلا من غير لبس خوذة للرأس، أقول لك لا هذا مكروه أو حرام، لأنك تعرض نفسك للخطر، والرأس عضو حساس أيضا رفيق وقاتلة، فما ينبغي تعرض نفسك للخطر. هذا ما هو بعير يقف فجأة، هذا دباب ما يوقف، وإذا صدم في جدار مت فورا إذا ضربت رأسه، فليس لك أن تخاطر بنفسك. هذا يكون سؤال جيد. أما يسألك كيف ركوب الدباب ويرد عليه بعد الشيخ بدل ما يوبخ ويقول له ما كان ينبغي لك تسأل هذا السؤال، أما تعلم أن كل ما في الكون خلق الإنسان يستفيد من الإنسان. هذا المشكلة دكتور، فأنت يعني لا تثق حتى في أمور في مصلحة. إذا كان هذا رد أنا ما يعني تكلمنا قبل حوالي شهرين عن مشروع سلسلة فقهية إن شاء الله نحن نعد لها، ولكن نجمع بعض هذه الأشياء، نجمع بعض الشغلات هذه، ولم نحب أن نعلنها للناس، ولكن ما دام أن الأخ أبو خالد فتح إن شاء الله في حينها. نعم نحن نقوم حاليا بتجميع مواد لسلسلة كبيرة اسمها سلسلة فقهية، وتتكلم في أمور فقهية يعني اللي كثر النقاش حولها بالذات وخاصة فيما يعني الدعوة النجدية يعني تشددت فيها بغير مبرر من غير موجب. نعم. وما كنا نبغى نخوض في هذا على أساس أن هذه أمور المفروض ما تكون محل يعني تكون يبحث كل إنسان مع شيخه، مشتغلون في أمور مهمة لكن أشغلوا الناس وأزعجوا الناس إلى درجة هذه. واحدة فاضلة تتصل من أمريكا، تتصل بهذا السدلان الذي هو رضي لنفسه أن يكون ذنب لبعض الأمراء يسافر معهم أوروبا في الصيفيات ويأخذ من أعطائهم ومنحهم، يقول يجب عليك أن تتنقبي. قالت بس النقاب صعب في هذا البلاد وفي ما نفتي بكذا، صح عليها وما يعرف. قال طبعا ممكن واحد يلومها، لكن ايش تلام مسكينه؟ تشوف في جميع القنوات الفضائيه وغيرها مشايخ آل سعود وائمه الدين وائمه الهدى، سالت ائمه الهدى. نعم. ولم يخبرها يا دكتور أن المسألة فيها قولان، ولم يقول لهم أدلتهم ومحترمة. يعني في قناة اقرأ أنا شات بنفسي، حتى لو قال في نهاية القول إنه يجب النقاب، يعني قولي كان على الأقل يبين إنه في قولان. دكتور في أحد المشايخ في قناة اقرأ يعني سألته امرأة اتصلت وقالت يعني أنا أريد أعرف حكم النقاب، يعني
فالشيخ يعني جزاه الله خير رد لطيف وقال يعني هناك قولان، هناك من يقول بوجوب التنقب ولهم أدلتهم ونحترمها، وهناك من يقول أن الكشف الوجه جائز ولهم أدلتهم ويعني ونحترمها أيضا. الأمر يعود إليك أنت، إذا كنت ترتاحي نفسيا ومؤمنة ومعتقدة أنه مثلا غطى هذا ما ارتحت إليه وتعتقد أنه هذا الصواب، افعليها، ولكن لا يعني مو على المزاج مرة هنا أو مرة هناك، لا. مرة في قول هذا الرأي أو هذا الرأي، يعني ما اعتقدتيه صحيحا على قناعة التزمي به. فغير هذا يختلف تماما عن قول السداني يا دكتور، لأنه هذه القنوات الحديثة اللي يشرف عليها بعض مشايخ الشباب، وربما تكون من طريقة أخرى مرتبطة ببعض الجماعات والأحزاب الإسلامية، يعني أدركوا أن هذا الأسلوب المنفر سيؤدي حتى بحركتهم إلى كارثة. نعم. ويعني وأدركهم أن المواقف التي قد تبنوها في السابق مثلا اللي فيها نوع من اللي يسموه إقصاء الآخرين والحصرية والموجودة لديهم، يعني ما ننكر بتاتا مثلا ما حصل وذكرناه في أثناء مناقشتنا الحرية والطوفان، ما حصل مثلا لمنشور حزب التحرير الذي وزع في مصر، وأنهم عوام الناس الذين ينتمون للجماعات الإسلامية للأسف المفروض كانت ربة شباب على غير هذا، أخذوهم إلى الشرطة، والشرطة قالت ما في جريمة، أصروا على الشرطة ودوهم إلى النائب العام، والنائب العام قال ما في جريمة. فيعني ما ربوا شبابهم على سعة الأفق يعني. نعم. فيهم هذه الأمراض. لكن بدأوا الآن يدركون هذا، أرجو أن يدركونها بسرعة فائقة، لأن هذا الأمر لا يجوز فيه التساهل. نعم. ونحن نقول إن شاء الله يعني السلسلة هذه بإذن الله عندما ننتهي منها ونعد موادها ستأتيكم إن شاء الله، وتكون سلسلة إن شاء الله طيبة وتكثر ردود أفعال. يعني مثلا مؤخرا أحد النواب السلفيين في مجلس الشعب المصري قام أذن بالأذان في وسط المجلس. هو يعتقد أنه مصيبة، لكنه غلطان، لأن هذا مجلس منعقد والمجلس رئيس صاحب سلطة، المفروض يقول له الصلاة، وإذا قضى الأمر يعني إذا كان مسموح بذلك يخرج من الجلسة ويؤذن برا، ما يأذن في داخل الجلسة وما شاك ذلك. شوف كيف؟ نعم. هذا الذي أذن في المجلس يظن أنه محسن، هذا خطأ، لأن المجلس له رئيس وهذه جلسة منضبطة فيها ناس يحضرون، فالمفروض ينبه رئيس المجلس على أنه هناك وقت الصلاة دخل ويجب الأذان ونخرج جميعا نصلي، فإذا لم ينتبه يخرج هو وما يأذن في داخل الجلسة وهي في جلستها. هو يظن أنه محسن بهذا، وهذا خطأ في الاجتهاد، لأن هذا صاحب سلطان وسلطانه شرعي، أنتم منتخبين الرئيس لهذه الجلسة وفي جلسة منضبطة، وفي أحاديث كيف تنظم إذا أخر الأمير الصلاة عن وقتها وكيف يتعامل معه وإلى آخره. يعني عامة الناس دكتور يعني منتخبوا فيعني يثقفوا. دكتور يعني أحد الأخوات اتصلت قبل قليل ووضعت سؤال عند الكنترول وأخبرني يقول أن هناك بعض الشباب في الآن في لندن هنا يضعون طاولات ويضعون فيها منشورات إسلامية للدعوة غير المسلمين للإسلام، ويقوم هم دائما بذلك. وأتى شيخ معروف قالت لا أحب أن أذكر اسمه، وقال أنه ليس من السنة أن تقوم بالدعوة بهذه الطريقة. قاتله الله. كيف نرد على مثل هذا؟ وماذا عن قوله تعالى عن نوح مثلا، أنه هذا شرع ليس شرعنا، لكن ذكر الله من باب المدح لنوح ولم يأتي عنه ما يبين أنه خطأ. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا معي، يعني كان يدعون في الليل وفي النهار. في الصفا كان يدعو في الصفا ويتقطع على المروة، وكان يذهب إلى الحجاج. ما كان وسوق عقاد، ما كان عنده آلة طباعة حتى يضع على شكل إشارات، لكنه كان يملي القرآن، وكانت لفات القرآن على شكل لفائف وعلى شكل قطع من الأدم ومن الجلد، كان يتداولون الناس ويقرأوها. وكان خباب الأرت يقرأ سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر بن الخطاب، كان يقرئهم من هذه، وسمع عمر الهيمنة. دكتور مرض البدعة هذه المشكلة دكتور، يعني تحدثنا فيها قبل قليل. يعني هذا يعني تجاوز حد الخطأ إلى كيف السنة في الدعوة إذن؟ ما نعرف دكتور، يعني هو يعني يحمد ربه انه محترموا وما ضربوه. من ضرب كان احسن يمكن. ضربوه كان احسن. لانه اذا نحب الضرب، لكن احيانا بعض الناس يعني مثل ما الامام الشافعي مره غضب قال الحاره ان يضربوا بالجريد والنعال.